جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدينا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. بالاستمرار والمتابعة نستمر معكم في برنامج التوحيد يشتكي، وهذا البرنامج يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. سبق وأن عرضنا بعض الأخطاء في معنى التوحيد، وفي بعد ما يرتكبه بعض الذين قل علمهم في ما يتعلق بالتوحيد. واليوم استمرارا لذلك سنناقش إن شاء الله بعض الأمور المهمة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا يقتضي مشاهدي الأكارم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وحده دون ما سواه، وهذه الغاية الكبرى والهدف العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. يجب علينا أن نتعلمه بدقة وأن نعرف تفاصيله حتى نتسابق إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وأيضا نعرف ما هو ضده حتى نبتعد عنه كل البعد. وهذا معنى قول الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. فلا إله تعني نفي العبادة عن الله، عن ما دون الله سبحانه وتعالى. إلا الله تعني إثبات العبادة بحق لله سبحانه وتعالى. فكما يقول مشايخنا الأكارم أن هذه الكلمة فيها ركنين عظيمين: الإثبات والنفي. الإثبات والنفي. هذا الأمر مشاهدي الأكارم ليس أمرا سهلا، إنه أمر عظيم يتعلق به نجاة الإنسان أو هلاكه. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يعني الموضوع جدا خطير. الإشراك بالله هو والعياذ بالله خسارة دنيا وأخرى. فالمشرك لا يعيش في الدنيا بسلام، لأن الله عز وجل لا يرضى بالكفر. قال الله سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لاحظتم؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم، من أراد أن يشرك فليشرك، من أراد أن يكفر فليكفر. الله غني سبحانه وتعالى عن عباده، ولكن لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى. ومعنى لا يرضى أنه ينزل عليهم العقوبة الشديدة حتى يعودوا إليه أو يهلكون، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا معنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وأعظم الفساد في هذه الحياة هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، هو الظلم العظيم. لذلك نكرر الحلقات تلو الحلقات حتى تكون إريتريا خالصة من الشرك، بل حتى يكون العالم كله خالصا من الشرك موحدا لله تبارك وتعالى. من هنا كان نبينا إبراهيم عليه السلام هو الإمام، إمام الموحدين وإمام الأنبياء، ولذلك كان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خليل الرحمن إبراهيم. هذا هو السر الكبير في عظم توحيد الله تبارك وتعالى في قلب إبراهيم عليه السلام. لا أريد أن أستأثر بالحلقة. باسمكم جميعا أرحب فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا نصراي الداعية المعروف. أهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. حياكم الله شيخ برهان، وبارك فيكم. نورت حلقتنا ونورت الاستديو أيضا، جزاكم الله خير. لذلك نسأل الله تعالى أن يوفقك ويسددك. آمين. شيخنا الكريم، يعني ما زلنا نتحدث
حول أخطاء الشائعة لعظم التوحيد. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. حدثونا عن هذه الآية العظيمة، وما هو أنواع الشرك الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهل ثمة هناك شرك ممكن أن يغفره الله عز وجل أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا شك أن أعظم ما عصي الله به هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى. ولكن لمن هذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن مات على الشرك. لمن مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما سبب ذلك؟ لأنه الله سبحانه وتعالى خلقك لهذا الأمر. أول أمر خلقت له هو عبادته، فأنت تجحده. ثاني شيء أن الله سبحانه وتعالى خلقك ورزقك ويطعمك، ثم تعبد غيره وتشكر غيره وتدعو غيره. أن تجعل لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تزعم أن فلان يفعل، فلان يغير الكون، فلان يعطي، فلان يمنع، فلان يرزق، فلان يحيي، فلان يميت. بعضهم يعتقد إلى هذا الحد أن فلان بيده الحياة والموت. وإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي مشاركة في عبادته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني، الحديث القدسي، بقراب الأرض خطايا ثم وجدتني لا تشرك بي شيئا، أو ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ذلك على ما كان ولا أبالي. يغفر الله سبحانه وتعالى كل شيء، ويغفر ما دون ذلك. لما يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية دون ذلك أي أنواع المعاصي. بعض الناس ممكن يتحرز من شرب الخمر، يتحرز من الزنا ويعظم ذلك، ويذهب إلى ضريح فلان وفلان ويدعوه من دون الله سبحانه وتعالى، وما شعر أن هذا أعظم، ولا مقارنة بينه وبين هذا الأمر، أعظم بكثير، بمراحل كثيرة. أنواع الشرك نوعان: شرك أكبر وهو مخرج من الملة، وشرك أصغر وهو أعظم من الكبائر. الشرك الأصغر ذنبه أعظم من الكبائر، لأنه يعتبر في الدرجة الثانية. صحيح أنه لا يخرج من الملة، ولكنه ذنب عظيم. الآن كبيرة الزنا، كبيرة هذا الشرك الأصغر أعظم منها، الخمر أعظم منه. فالشرك الأكبر هو بما يعرف أن تجعل الله سبحانه وتعالى ندا وهو خلقك، أن تخص خلقا من خلقه ما لا يستحقه إلا الله، مثل العبادة، أن تذهب إلى فلان فتعبده، صنم فتعبده، الدعاء، أو الذبح، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ذبحك، صلاتك، توجهك، دعاؤك، أن ترفع يديك. بعض الناس يقول يرفع يديه، يأتي أمام الضريح ويقول: يا شيخ فلان أعطني، يا شيخ فلان ارزقني، يا شيخ فلان أعطني الولد، أعطني الزوج، أعطني الزوجة. وهذا من أكبر الكبائر الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى إذا مات على ذلك. وأما بالنسبة ما الذي يغفر، هل يعذر بجهله؟ نعم، ربما يعذر إذا نشأ في جهة لا يعلم منه العلم، ونشأ على هذا، ووجد أن الذين يزعمون أنهم مشايخ يخبرونه أن هذا من تقوى الله، أن هذا من القربى إلى الله سبحانه وتعالى،
فربما يعذر بجهله. ولهذا السبب نقول كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن نقول أن هذا الأمر شرك، ولا نقول فلان مشرك بعينه. ممكن نقول في الجملة هؤلاء الذين يفعلون كذا مشركون، لكن لا نقول فلان بعينه في النار، ولكن هذا مما يودي إلى النار مما لا شك فيه. جميل. هل إذا مات مثل هذا الذي وقع في الشرك بسبب جهله هل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ نعم نعم، باعتبار الأصل، باعتبار الأصل أنه مسلم. نعم. ولكن وقع في الشرك، وقع وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. وقع في الشرك جهلا منه. نعم، وأمره إلى الله. كما لأنه هذا يأتي على قضية أننا لا نقول فلان بعينه مشرك أو كافر خارج من الملة، يحتاج له يعني أمور كثيرة حتى تثبت أن فلان كان يعلم ويجحد، فهذا أمر خطير. الأمر الثاني اللي هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو كما يقال الرياء من الشرك الأصغر، أو أن تقول أن تشرك في الله مع الله سبحانه وتعالى في القسم، تقول والله ما شاء الله وشئت، كما قال ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. لكن الرياء ماذا تعني به؟ الرياء هو أن تعمل العمل الصالح مما يقصد به الله سبحانه وتعالى فتشرك فيه ماذا؟ فتشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى. مثال أن تصلي وتود أن يمدحك الناس، أن تتصدق ليقال جواد، أن تجاهد ليقال شجاع، وهكذا. هذا مما الله سبحانه وتعالى لا يقبله، وهذا العمل وهذا الفعل يبطل عملك إذا كان رياء خالصا. يبطل نفس العمل أو الأعمال كلها؟ لا، نفس العمل الذي عملته، نفس العمل الذي عمله ذلك العبد يبطله. تمام. فلا بد أن كما ذكرت أنه لا بد أن يتجنب هذا، كقول بعضهم حينما يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك الأصغر، كالذين يقولون والنبي. طيب فإن جاهده يكون مختلطا، فعلى قدر خلاصه يأخذ أجر عليه، وعلى قدر ريائه يأخذ عليه يبطل عمله. ألا يكون المجاهدة حجة له عند الله سبحانه وتعالى؟ لأن الرياء يأتي به الشيطان فهو يجاهد هذا الرياء. لا، أيوة، هو المجاهدة هذه حاصلة في الأصل. المجاهدة أن الإنسان أغلب الناس يجاهد، لكن إن مال بعض الناس يصلي ويريد فلان يريد، أيوة، هذا الشرك رياء خالص. نعم. أما خالص. المجاهدة فلا بأس عليه، لكن يدخل بنية صافية لله سبحانه وتعالى، ثم يطرأ عليه الرياء فيبدأ يجاهد الرياء. هذا مأجور، ليس عليه شيء. نعم، ليس مأجور عليه. نعم، ليس عليه. فإن طيب دخل في عبادة الصلاة، قال الله أكبر ونيته لله، ثم انحرفت النية أصبحت والعياذ بالله للرياء، واستمرت حتى تنتهي الصلاة، ما حكم ذلك؟ بطل. نعم. تمام. دخل وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى، ثم طرأ عليه الرياء، وقبل أن ينتهي من الصلاة جاهده وتعوذ بالله، فعاد إلى النية الأصل هي التي ابتغى بها وجه الله، ما حكمه؟ خلط عملا صالحا وآخر سيئا. عسى الله أن يتوب عليه. أحسنتم يا عبد العزيز. نسأل الله أن يعيذنا من الرياء. طيب، القسم بغير الله موجود في بلادنا كثيرا، منهم من يقسم بالحق، منهم من يقسم بأبنائه وحياته، منهم من يقسم بآبائه وأجداده. هذا سقا بوي سقا دي بؤونة. أما بؤونة هذه فهي كلمة شركية في الأصل، لأنها من ألفاظ النصارى وليست من ألفاظ المسلمين. يستخدمها المسلمون. نعم، يستخدمها وهم قلة. وهذا كله من الشرك الأصغر، مما لا يجوز
النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمرا يحلف بأبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته فقال: من كان حالفا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهو من الشرك الذي انتشر كثيرا، خاصة في بعض الدول تجدهم يقولون والنبي والشيخ عبد القادر والشيخ فلان. هذه من الأشياء اللي يقسمون بها. كذلك من الأشياء التي مخالفة للشرع كذلك اللي هي التعبيد لغير الله، عبد النبي، عبد الرضا، عبد فلان. لبس الحلقة لدفع البلاء أو لجلب النفع أو دفع البلاء، حكمه أنه من الشرك الأصغر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن الحصين رأى رجلا، وفي بعض الروايات أن هذا الرجل هو عمران نفسه، قد لبس حلقة من صفر وهو نوع من النحاس، فقال: ما هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: ما هذا الذي تلبسه؟ قال: من الوهن يا رسول الله. الوهن هو شيء يصيب مرض، يصيب اليد إلى الكتف، بعض الخيوط وبعضها نوع من السبح الصغيرة اللي يجعلونها في المعاصم أو يلبسونها في رقابهم. بعضهم يلبسها من باب التقليد، وبعضهم يعتقد فيها أن هذه فيها طاقة تجذب الطاقة السلبية أو يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: كل هذا نوع من ذلك الشيء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ فإنها لا تزيدك إلا وهن، يعني ما تشفيك من هذا المرض. وبعض الشباب يظن هذا الأمر، يقول لك ألبسها لأنه عندي طاقة سلبية أو كذا تخرج مني أو تشفيني من كذا فهذا كله من الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يغفل عنها كثير من الناس. لكن بالنسبة لما يتعلق بالشباب الطاقة وغيرها، أعتقد ربما له صلة يعني النواحي الكيميائية أو النواحي العلمية، كمثلا شفط الطاقات الكهربائية الموجودة في الجسم أو جذبها. لا يعتقدون هم النفع والضر في نفس الذي يلبسونه. هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص عليه الشيخ عبد العزيز بن باز وتكلم عن هذا الأمر بنفسه، واستدل بحديث عمران بن الحصين، لأن عمران بن الحصين يعتقد أن هذا الجاهلية، هذا النحاس هذا ما هو علاج، لكن يعتقدون أنه يجذب هذا لا، هم يعتقدون في نفس الحلقة هذه تجلب النفع وتدفع الضر، ويعتقدون أيضا. أما هذا لا، هو أشبه ما يكون بجهاز علاجي غير الجهاز العلاجي. هذا جهاز علاجي مثل الكهرباء المغناطيسية، مثل جهاز الأشعة، مثل هذا هو. لا، جهاز الأشعة يختلف عن هذا، لكن هذه في بعضها أمور من العلاج الصرف اللي يسووه الأطباء. أيوة. الجهات الطبية. لا، في بعضهم تعمل من شركات زي ما أنت تشتريها أنت تعني يا شيخ عبد العزيز بعض الخواتم فيها 9 أرقام يعتقدون هذه نوع منها. وأيضا بعض الحلق أو بعض الأساور التي تلبس يعتقد فيها الشباب مثل هذه محرمة. نعم. نعم. أيوة، الشيء العلاجي الذي ثبت طبيا علاجيا فلا بأس. طيب، نجد بعض الشباب يعني خروجا عن التوحيد، مسألة التوحيد، نجده يلبس سلسلة ليست ذهب ولكن حديد أو من فضة، يضعها في صدره، وهذا الفعل لم يعرف عن المسلمين وإنما عرف عن الكافرين. كذلك يلبس أسورة من فضة. طبعا لبس أسورة من ذهب أو حلقة من ذهب حرام، وكثير من الشباب الحمد لله يعلم ذلك، والمخالف أيضا يعلم أنه مرتكب لحرام. ولكن هؤلاء الشباب يلبسون هذه السلاسل بحجة أنها ليست ذهب. ما حكم ذلك؟ هذا الأمر فيه من وجهين. الأول
أنه تقليد للكافرين، هذا هو في الغالب، غالب شأنهم تقليد الكافرين، هؤلاء المغنون وغيرهم من لاعبي الكرة وغيرهم، وهذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. ومن تشبه بقوم فهو منهم. تمام. هذا أيضا حديث آخر. الأمر الآخر أنه في تشبه بالنساء. الذي عرف عند المسلمين أن النساء هن الذين يلبسن الحلي، سواء من السلاسل أو الحلقة التي تلبس في الأيدي وفي الأرجل، حتى بعضهم الآن من الشباب يلبس الخلخال الذي يكون في الأرجل، وبعضهم أجلك الله أصبح يلبس حلقا في أذنه مثل النساء. فهو نوع من التخنث الذي انتشر بين الشباب، وظاهر حتى أحيانا تجد بعض الصالحين يلبس هذه الأساور التي ينبغي أن يتورع عنها. ما هي قصة ذات الأنواط التي حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حديث ذات الأنواط كما في صحيح الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر عليه الصلاة والسلام كان ذاهبا مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ففي الطريق كانت هناك شجرة يعلق عليها المشركون سيوفهم وكذا، يعتقدون فيها اعتقادا بالبركة أو أنها تنفع ضرا أو تجلب نفعا. نعم. فحينما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا يعني أنواط؟ الأنواط هي ما يعلق، يعني شيء نعلق فيه سيوفنا، أشياءنا، حتى نحصل على البركة. يعني يريدون مثل هذه الشجرة التي انتشرت، وهم رضوان الله عليهم هم هنا ليسوا يريدون الإشراك أو نوع من الشرك، إنما كانوا حديث عهد بجاهلية، فكانوا يعتقدون أن هذا مما يجوز، ولأنهم الآن يتعلمون الدين خطوة خطوة، فكانوا يعتقدون أن هذا مما يجوز. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب، سنقف ها هنا مشاهدينا الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب، يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد.
أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ናይ ዓረብ ልኡኻት ናይ እስላም መራሕቲ ኣስላም ክገብርዋ ደልዮም ዓረብ ክሸጥዋ ደልዮም እስካ ሕጂ እውን ኣብ ርእሶም ዘለዉ ሰባት ኣለዉ። ሃገርና ንዓረብ ኣይንሸይጥን ኢና። በዓል ደጊያት ሓሰንን ደጊያት በየነ በረኸን ትስኒት እውን ስለ ዝነበረ እምቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኢሎም ዝገበሩ ብቲ ናይ 41 እቲ ቋንቋ ዓረብ ዝበሎ ዓረብ ክኸውን ደልዩ ይኮነን። እዚ ኩሉ ኣፍሪቃ እንግሊሽን ፍራንሳን ዝዛረቡ ዘለዉ ግዝኣት ናይ ግዝኣት ኩነን ይዛረባ ዝዛረቡ ዘሎ እንግሊዛውያን ኮይኑ ወይ ፍራንሳውያን ኮይኑ الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردنا من الشيخ أبو عبد الهادي جزاه الله خيرا المتابع معنا دائما. يقول بعض الشباب يقول أنها تجلب الحظ، يعني يقصد لبعض الأسورة التي ذكرتمها الشيخ عبد العزيز بأنها تجلب الحظ. كذلك يقول أبو عبد الهادي: وما حكم هذه الأشياء إذا لبست للزينة؟ سنجيب على تعليقكم شيخنا أبو عبد الهادي بعد إكمال الشيخ عبد العزيز الحديث ذات أنواط. نكمل الحديث ذات أنواط شيخنا. الحمد لله رب العالمين. طبعا كما ذكرنا هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرته في غزوة خيبر وجد كانت هناك على الطريق شجرة يعلق عليها المشركون سيوفهم وأشياءهم حينما يسافرون ويعتقدون فيها البركة أو جلب المنفعة ونفع ودفع المضرة. فقال الصحابة جهلا منهم وهم ليسوا فيهم شرك أو انقاص لجناب التوحيد، إنما هم لا يزالون حديث وعهد بإسلام ويتعلمون. طبعا غزوة خيبر كانت في السنة 7، فلا يزال الإسلام غضا طريا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني
أبان لهم شناعة الشرك كيف بألفاظه عليه الصلاة والسلام، فقال الله أكبر إنها السنن. ففزع الصحابة، ما هذا الشيء؟ لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ففزع الصحابة من هذا الخبر وتعلموا درسا كبيرا، ثم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأنواط لا تضر ولا تنفع، وأن هذا مما هو باطل، وهو نوع من الشرك الأصغر الذي كانت تفعله الجاهلية فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مثل ذلك الرجل الذي كان متعلق بذلك الحديد من الصفر الذي يمنعه من الوهن، هو نوع من أنواعها. فكانوا يعتقدون في هذه الشجرة البركة والنفع، أو اعتقدوا أنه لو فعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز فعل هذا، أنهم الآن لا يتكلمون عن تلك شجرة المشركين، إنما يريدون للإسلام مثلها. وهذا من الأخطاء التي تحصل أحيانا. بعض المسلمين أو بعض الدعاة يقع في أخطاء ليحسن الإسلام أمام غير المسلمين، فيخالف أمر الله سبحانه وتعالى بالتنازل أو بكذا أو بشرع ببعض الأفعال، حتى يبين أن الإسلام ليس دين شدة، ليس دين سماحة. وهذا لا يكون إلا بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يكون الأمر، وهذا هو حديث ذات الأنواط. طيب، هناك أيضا نفس هذا الموضوع موجود في إريتريا، يعني ربما يتبركون ببعض الأشجار، وغالب ما يتبركون بالأضرحة والمقابر، ويتبركون أيضا ببعض المواقع التي يقولون فيها أن الولي الفلاني قال قال في المنام ستجدونني في الموقع الفلاني، أو اجعلوا لي قبرا أو ضريحا أو مزارا. أي، ما حكم ذلك؟ هذا كذلك، هذا من أنواع الشرك الذي، لأنهم هنا المشكلة يا شيخ برهان، هنا الناس هنا تأتي لتذبح وتنذر لغير الله سبحانه وتعالى، وتسأل غير الله سبحانه وتعالى، ليس كما ذات الأنواط. ذات الأنواط هم يعلقون، لا ذات الأنواط أنا عارف أنه هو، لكن هناك هذا القضية أيضا موجود مسألة البركة. يعرف أن سؤال القبر شرك، ويعرف أنه لو اعتقد بما هو موجود في القبر أنه شرك أكبر، ولكن يقول لك أنا أتبرك. مسألة أخرى هذه. أي لا يجوز هذا كذلك، هذا مما لا يجوز، مما لا يحرم فعله، لأنه أصلا ويؤدي إلى الشرك. نعم، ويؤدي إلى الشرك. أصلا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما قال له إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، منطقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثنا يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيدا من أعياد الجاهلية، يعني من أعياد الشرك، من أعياد الضلال وعبادة غير الله؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له، حتى شوف لو كان عيدا، وهو عمر لا يعتقد هذا الآن، لكن مخافة أن يظن الناس أن هذا مكان كان فيه حينما كانت تفعله أهل الجاهلية كان حق، فعلهم حق، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح له أن يذهب ويفعل ذلك هناك. أبو عبد الهادي علق على مسألة أن بعض الشباب يلبس تلك الأجهزة التي أنتم ذكرتموها، وقال أنها تجلب الحظ، كذلك يقول ما حكم هذه الأشياء لبس للزينة؟ أنتم ذكرتم بالنسبة لهذا الحكم، باقي حكم أنها تجلب الحظ. لا شك أنها كذلك، هذا من أنواع الذي ليس عليه دليل، وهو من الإثم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الذي يجلب الحظ شيخ عبد العزيز؟ إذا كنا نقول أن يعني وضع الحلقة حرام، وضع العين الزرقاء حرام، ووضع
التماثيل والتمائم والتولة حرام. ما الذي يجذب الحظ للإنسان المسلم؟ الحظ هو أن تسلك مسلك الله سبحانه وتعالى ومسلك نبيه ومسلك الصحابة. أنس قال إيش؟ أنس ماذا تقصد بالمسلك؟ مالك بن أنس. أيوة، أقصد أن ينهج نهج الله سبحانه وتعالى، بمعنى يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى، يسأل الله. هل الحظ هو البركة؟ نعم، هو البركة. طيب البركة نجدها نأخذها من من؟ من الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو مانح البركة. نعم، فهو الذي يمنح البركة. وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كنا نأخذ منه البركة، نتبرك به، نتبرك بشعره، بسؤره عليه الصلاة والسلام. فإذا انتهت البركة الآن، لا يوجد. أنا أعتقد كنترول لو تعملون لنا حلقة في التبرك المشروع والتبرك الممنوع والأمور التي فيها البركة من الله سبحانه وتعالى، والأمور التي يعتقد الناس فيها البركة وفيها والعياذ بالله الضرر. هذا موضوع مهم إن شاء الله تعالى، بلغنا كنترول. طيب شيخ عبد العزيز، إذن البركة هي من الله، يجب أن تطلب. فإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى واعتقد النفع والضر في ربه سبحانه وتعالى، فإن الله بيده كل شيء. وعبد الهادي أيضا يعلق جزاه الله خيرا، يقول هناك أمور كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، منها وضع حديدة الحصان والعين الزرقاء، حدوة الحصان عفوا، حدث الحصان ما أدري ما الذي يقصدونه؟ الذي يجعل تحت الذي يدعس عليه، أو بمعنى الحذاء حق الحصان. أيوة. الحديدة هذه أيضا يوضعونها للبركة للنفع أو لدفع الضر. حدوى الحصان. والعين الزرقاء ما يسمى بالحرز، هذا كله تحدث عنه من التمائم. أيضا يا مشايخ نسأل عن حكم هذه الأشياء في حالتين. يقول الحالة الأولى الاعتقاد بأنها سبب للشفاء، هل هي سبب للشفاء؟ لا شك أنها. ما هو السبب الشفاء إذن؟ هو الله سبحانه وتعالى من الأسباب الشرعية، اللي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا ولا تداووا بمحرم. لو كانت سببا للشفاء لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لبس الحديد فقال له: انزعها فإنها لا تزيد إلا وهنا. الله سبحانه وتعالى. لماذا الناس طيب يعتقدون في الأدوية وإذا مرضت فهو يشفين؟ إذن الله سبحانه، ما فائدة الأدوية إذن؟ فائدة الأدوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباد الله تداووا ولا تداووا إلا بمحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيوة، ما أنزل الله ولا تداووا بمحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب كيف نجمع بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، وبقول النبي عليه السلام: يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام؟ كيف الجمع؟ الجمع بينهما أن لا تعتقد أن هذا الدواء هو الشافي، إنما تعتقد أنه سبب للشفاء، بدليل أنك قد تأخذه مرة ومرتين وثلاثة ولا تشفى. نعم، يعني لا يتعلق. وإذا أراد الله لك الشفاء ربما تشربه مرة واحدة فتشفى بإذن الله. هنا على مسألة تعلق القلب. نعم. أن القلب لا يتعلق بهذا الدواء لأن هذا الدواء سبب، إنما يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. وأذكر لك هنا قصة سمعتها من شخص أعرفه، ذهب إلى الطبيب فكان عنده خرم في أذنه في الطبلة. يا لطيف. فقال له: عندك كذا واحتاج إلى علاج، وأخذ موعد فذهب وجعل يرقي. شوف والله عجبت له، سمعتها منه شخصيا وهو الذي حصلت. يا سلام. فكان يعتقد إيمانه ما شاء الله مبارك عالي، فجعل يرقي نفسه ويقرأ عليها، فلما رجع في المرة الثانية أغلق ذلك الثقب. عجبا، ما احتاج لا إلى عملية جراحية ولا إلى شيء. والله ذكرها لي عن نفسه، هذا ما حصل معه. الحمد لله. فسبحان الله. وهنا هذا هو الأمر المهم الذي نفرق فيه بين
ونجمع فيه بين قول أخذ شرب الدواء وأن الله هو الشافي، إنما هو سبب. إذن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، لا شك. حتى الأدوية لا يمكن أن تعمل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، يقول قد أجبنا على تعليقات أبو عبد الهادي جزاه الله خيرا. نعود إلى حديثنا فيما يتعلق. شيخ عبد العزيز، كثير من الناس يستهين بالشرك بالله سبحانه وتعالى، حتى بعض طلاب العلم حينما تحدثه تقول له يا أخي من أسباب ضعف المسلمين الشرك بالله سبحانه وتعالى، عدم توكلهم على الله، الاستهانة بوجود في المساجد، كثير من المساجد في أنحاء العالم يوجد به بداخلها الأضرحة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وتسأل ويتوكل عليها ويعتمد عليها. نحن الآن قرابة قرن ونحن على هذا الموضوع الشرك، يتركون دعوة الله سبحانه وتعالى وتضر وسؤاله ويتوجهون إلى سؤال هذه الأضرحة. هذا ليس بصفة عامة ولكن موجود في جميع بلدان العالم، ما نجت منه ولا دولة واحدة مع الأسف الشديد. فلما تحدث بعض الطلاب العلم تقول له علينا أن نجتهد في إزالة هذا الموضوع، يقول لك يا أخي كل الأمة واقعة في هذا، ويرى أن الاهتمام بالجانب السياسي وأنك إذا مسكت زمام الأمور وسوف تعدل من هذه القضايا، فلا يهتم بجانب التوحيد ولا يوجه ولا يعلم ولا أو ربما تكون اهتماماته 5%، في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية العظيمة التي ذكرت التمكين وذكرت الاستخلاف وذكرت أمور وقضايا سياسية كبيرة عظيمة، ربطها الله عز وجل بمسألة يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ذكر الله سبحانه وتعالى العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى البعد عن الشرك، قضيتان أساسيتان. تعليقكم؟ أول شيء نحن نعتمد على من هنا أو نقتدي بمن في هذا الأمر، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لنراجع سيرته عليه الصلاة والسلام ونرى كيف حل مثل هذه القضايا. ألم يملك صحابته الأرض بأكملها؟ بلى. كيف كان بدايته؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهو ما بدأهم بالسيف، ما بدأ بالقتال، بدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم شرك الذي تهتز له الأرض كلها وتخر الجبال هدا. أن دعوا لله، أن دعوا للرحمن ولدا. فهذا أهم ما يفعله المرء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتوحيد. وإذا رأيت كل الآيات المكية في توحيد الله سبحانه وتعالى، وما تجد سورة أو كذا أو جزء من القرآن إلا ويدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الأساس الذي خلقنا لأجله. فكيف تهمل وتقول أن هذا أمر سقط أو وقع في كثير من الناس وأنه أمر هين أو تستهين؟ ربما لا يقول هذا لكنه بأفعاله يستهين ذلك، يريد أن ينال بالأمور السياسية وكذا. أول شيء اجعل لك الأساس وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإذا وحدته مكن لك في الأرض كما ذكرت في هذه الآية. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا شرط لهذه الأمور التي أعطاكها الله سبحانه وتعالى وهي التمكين في الأرض. فأنت إذا تركت هذا الشرط لم تنل تلك الوعود. أوفي بالشرط يؤتيك الله سبحانه وتعالى ما وعدك. فهذا أمر عظيم يعني يقع فيه كثير من الناس، ويجد الناس في شرك، يجد الناس في ضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى، ودعاء ونذر وسؤال غير الله سبحانه وتعالى، ويسكت ويبدأ يكلمهم في أمور هي أقل من هذا بكثير.
طيب شيخ عبد العزيز، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. نعتقد طبعا انتهى وقت البرنامج مشاهدي الأكارم، لكن هذه الآية الكريمة نحتاج أن نجعلها حلقة متكاملة. يعني ما سبب مقارنة الله سبحانه وتعالى عبادته والبعد عن شركه بالاستخلاف في الأرض؟ استخلاف في الأرض أمر عظيم، التمكين، ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم وليستبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه قضايا هي التي يريدها الشعوب كلها تريد هذه قضايا الثلاث، تريد أن تستخلف. الآن فيما يتعلق بالربيع العربي الناس كلها تريد أن يكون عندها استخلاف بالعدل والتمكين، رأيتم؟ ويعني بغض النظر هل نجح الربيع العربي أو فشل، لكن ثمة علاج موجود في القرآن الكريم لما المشايخ لم يتحدثون عنه. تمام؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التمكين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اليوم في كثير من البلدان لا يمكن لدين الله سبحانه وتعالى. تجد أن كثير من العلماء يزجون في السجون وتحارب المدارس القرآنية كما هو حاصل في بلادنا مع الأسف الشديد. وليستخلفنهم الأرض كما استخلف الذين وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ديننا غير ممكن في إريتريا، نحن نحارب في إريتريا، 5 سنة الدين يحارب في إريتريا. ثالثا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كثير من الناس خرجوا من إريتريا خوفا على أنفسهم، وكثير من المشايخ والعلماء أيضا تركوا بلدانهم خوفا على دينهم. هذه الأمور الثلاثة وعد الله عز وجل بها بشرط أن نعبده ولا نشرك به شيئا. أنا أطالب الكنترول بإقامة يعني برنامجا خاصا في هذا الموضوع، ما الرابط بين التوحيد والبعد عن الشرك وبين القضايا العظيمة الاستخلاف في الأرض. مشاهدي الأكارم، أشكر لكم حسن متابعتكم، وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا الشيخ عبد العزيز عطا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يأجره على قدومه إلى مقر البرنامج ومعاونته معنا. كما الشكر موصول لكم، جزاكم الله خير على حسن المتابعة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في دار كرامته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، وتستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من